اهلا بيكم، انا غادة ودي قناتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الحلقة النهاردة دبابيس كنتاكي او فراخ كنتاكي او فرايد تشيكن، يعني زي ما بتتسمى في المنيو. المهم هي طلعت بالشكل القمر والقرمشة الحلوة دي، ونظيفة ومضمونة ومكوناتها كلها في البيت، ويعني احلى دبابيس او فرايد تشيكن ممكن تاكليه. تقدري تجيبيها دبابيس، تقدري تجيبيها فرخة متقطعة على 8 قطع. اهم حاجة غسيل الفراخ. واحنا خدنا او شرحت لكم قبل كده المحلول السحري اللي بيتغسل فيه الفراخ وبننقعه ازاي. وكمان بننقع الفراخ قد ايه، سواء في المحلول السحري او في محلول النقع الميه الساقعه بالسكر والملح. كل ده هقوله لكم بالمقادير وهسيبها لكم في صندوق الوصف. لكن تابعوني في الحلقه، في تريكات وتكات هتطلعها لك احلى طعم للتتبيله. تتبيله حلوه ونظيفه ما فيهاش اي ريحه غير مرغوب فيها. انا معايا كيلو من الدبابيس، او حتى فرخة كاملة تتقطع 8 قطع وتتغسل بالمسحوق السحري اللي شرحته قبل كده في فيديو البط، وتتنقع في محلول النقع لتر مية، كوباية من الملح، نص كوباية من السكر، عصير ليمونة، ربع كوباية من الخل. ولو في شرايح جنزبيل فريش متوفرة عندك هتدي كمان هتشيل اي روايح غير مرغوب فيها. طبعا انا سبتها حوالي ساعتين او حتى ساعة. بصوا بتخلي الدبابيس وعظم الفرخة ابيض جدا، ما فيهوش اي مثلا دم او اي حاجه، بيبقى نظيف جدا. المهم هطلعه واصفيه وانشفه بمناديل المطبخ واجهز التوابل بتاعتي. معايا معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره كاري وكركم، ربع معلقه من الجنزبيل الباودر، ومعلقه صغيره من الزعتر. التتبيله دي تحفه جدا، وما تبالغيش في كميه التوابل. في كميتها انك تكبري الكميه وتقولي هتدي طعم اكتر، بالعكس هتديكي يعني هتقلب معاكي الطعم مش حلو. كمان معايا لبن رايب، ومعايا بصل مبشور وطماطم مبشوره، عليها طماطميه واحده وبصلايه واحده، عليها معلقه من الملح كبيره، ودي اللي هتبقى التمليح بتاع الفراخ بتاعتي، ومعلقتين من الخل. هسيب البصل والطماطم مع بعض يتصفوا خالص لما ينزلوا المية بتاعتهم، واللبن الرايب هستخدمه معاهم. انا دلوقتي هحط التوابل بتاعتي اللي قلنا عليها: معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من كل فلفل اسود، كاري، كركم، بصل باودر، توم باودر، ربع معلقه من الجنزبيل، و تحطي ميه البصل والطماطم، مش عايزين التفل بتاعهم. وكمان هنحط لبن رايب. لو مش متوفر اللبن اللي قريب يبقى كوبايه من الزبادي ونقلبها كويس، نخففها بمعلقتين لبن، او كوبايه من اللبن نقطعها بمعلقه من الخل لحد ما تروب معاكي وتبتدي تحطيها. المحلول ده نقدر نبيت الفراخ فيه ليله كامله، اقل حاجه ساعتين. ده لو احنا مش هناخد الفراخ جزء تسويه، ولكن طالما هنسوي تقدري تشتغلي في الفراخ على طول. تابعي وهقولك قصدي ايه بالتسويه. طبعا همزج المكونات دي كلها، وحطيت الخل بتاعي. الخل بيساعد على الفراخ على التسويه وبيبقى طعمها احلى. والمهم زي ما قلت التزمي بمقدار التوابل عشان ما تحسيش انك بتاكلي توابل مش بتاكلي الفراخ. هبتدي احط الفراخ بتاعتي المتفتحه بالسكينه. انا مفتحاها بالسكينه كده، كل جزء متفتح فيه عشان التتبيله توصل من جواها. وهبتدي احط الدبابيس بتاعتي كلها الكميه بتاعتي، واتاكد تماما انها اتغلفت بالتتبيله اللي انا عاملاها. طبعا مفيش شك ان كل ما الفراخ تقعد في التتبيله هتديكي طعم احلى، ولكن الصوص ده او التتبيله اللي احنا عاملينها للفراخ لو عايزه تشتغل فيها على طول هتديكي برضو طعم حلو وطريقه بجد ناجحه جدا. جربيها وقوليلي رايك في التعليقات. هسيب الفراخ بتاعتي تتبل وابتدي اجهز في ما خليكي معايا. خلاص اتبلت شويه،
على ما ظبطت لان هشتغل بيها على طول. انا سبتها حوالي نص ساعة. لكن انتي مثلا ليكي مزاج هتاكلي النهارده كنتاكي، مش عايزه بقى تقعدي وتستني مده، احنا هنتبلها ونشتغل فيها. هشيلها من التتبيله بتاعتها واحطها في صينيه، مش هاخد التتبيله اللي الفراخ قعدت فيها. حاجه من اللي بتسبب للفراخ طعم مش حلو انك تاخدي التتبيله اللي تبلتي فيها الفراخ وتشتغلي بيها تاني، او تحطي فيها الفراخ تاني. ابدا، فكره مش لطيفه وبتسبب ريحه مش حلوه او طعم مش حلو للفراخ. انا هحط الفراخ بتاعتي في صينيه ومش هحط عليها اي سوائل، انا هكمرها كويس بورق فويل وهغطيها وهحطها على نار هاديه لمده تلت ساعه تستوي، في تنزل سوائلها وترجع تشربها تاني. اهم حاجه ان احنا هنسويها 3/4 سوا، بمعنى ان احنا خلاص هي هتدخل في السوا هنقفل عليها. زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش عليها ولا نقطه ميه ولا اي حاجه. كل اللي حطيته عليها ورق لورا، حبهان، مستكه، ورق زعتر اثناء السوا، وحطيته عليها. سبتها تستوي لمده تلت ساعه وقفلت عليها وسبتها تبرد تماما، مش هشتغل فيها غير لما تبرد. تعالوا بقى نعمل كفر خارجي. ده دقيق، كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، عليهم نص كيس بيكنج باودر، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من الثوم الباودر صغيرة، معلقة بصل باودر، كمان معلقة كركم. يعني بنتبل الطبقة الخارجية عشان يبقى طعمها حلو. معايا كمان كيس 5 minutes بارد لو عايز تستخدميه حار اللي هو الكريسبي، ومعايا فيجيتار كريسبي برضو عشان ندي التأثير اللي هو بيبقى الفراخ الكريسبي اللي بنجيبها من كنتاكي او اي محل من اللي بيبيعوا الفرايد تشيكن، اللي احنا بنحب الطبقة الخارجية المقرمشة بتاعتها. طبعا تقدري تستخدمي الفراخ بتاعتك بجلدها زي ما تجيلك من بره، او تشيلي الجلد بعد الثلاث ارباع سوا زي ما انا هعمل. معايا ميه متلجه، اهم حاجه تكوني حاطه فيها تلج، ما تستخدميش ميه من الحنفيه، ميه متلجه. طيب هعمل التأثير ازاي؟ هبتدي اشيل الدبوس بتاعي، احطه في خلطه الدقيق بالفيجيتار اللي عملناها واحطها في الميه وارجع ارجعها الدقيق واخبط عليها. مش هنكبسها بايدينا زي البانيه، لا، هنخبط عليها زي ما انتوا شايفين كده عشان اعمل عليها التأثير اللي بيجيلك من بره. عايزه اقولك ان اول واحده مش زي الشويه اللي في النص، بيبقى الدقيق اخد شويه تنسيمه من الميه، يعني مش بيبقى ناعم، بيبقى واخد الطبقه الكريسبي ومن بره. طيب يبقى هنحطها في طبقه الدقيق مره بالكريسبي الفيجيتار والمتبل، وهنرجع نحطها في الميه ونرجع نحطها في الدقيق. تقدري تكرري الموضوع ده على 3 مرات. انا كررته على مرتين بس، يعني مش عايزاها تقيله قوي، فده كافي جدا بالنسبه لي. تقدري تحطي شطه في الخلطه دي لو بتحبيها حاره، انا مش بحب الحاجه حاره عشان الكيدز اللي عندي. تقدري تسيبيها زي ما قلتلك بجلدها، او حتى تشيلي الجلد زي ما انا عملت. انا مش مضطره ابدا اكل حاجه عليها جلد. دلوقتي انا سخنت الزيت في وعاء عميق او في حله عميقه، بلاش في طاسه، هو عايزه زيت غزير. هنسخنه كويس على درجه حراره متوسطه، لكن الزيت بتاعي يكون ساخن جدا. ومجرد ما هننزل بالفراخ وتبتدي تغلي، هنبتدي نهدي النار، وكل 4 دقايق نبتدي نغير درجه الحراره. يعني 4 دقايق درجه حراره عاليه، نهدي النار 4 دقايق تانيين، ونعلي ل4 دقايق تانيين النار تاني، يعني مدة السوا 12 دقيقة. تبتدي كده تشوفي اللون كده ممتاز جدا، لون ذهبي، مش عايزاها غامقة معاكي. احنا مسوين 3/4 سوا، يعني كل الموضوع ان احنا بنكمل السوا بتاعها، بنخلي الطبقة الخارجية مقرمشة وهنطلعها على شبكة مش مناديل. اهم حاجة تطلعي اي حاجة بانيه او بتتحمر في زيت على شبكة مش على مناديل. الشبكة بتخلي فيه تيارات هوائية بتبرد، وبعد كده بعد ما تهدى بنقدر نحطها على مناديل تصفي الزيت بتاعها تماما. بس ان شاء الله يعني مش هتشرب معاكي اي زيوت. انا بوريكي تاني وانا بنزلها بتنفضيها تاني. اهم حاجه ما تعمليش الكميه كلها مره واحده، الطريقه دي ما بنحفظش بيها اي بانيه او ستريبس او اي طريقه من دي
يعني اللي بنحفظ منها بس اللي بيبقى فيها بقسماط، لكن اللي بيبقى فيها دقيق ما بنحفظهاش في الفريزر، لانها بتشرب وبترطب وبتبقى عامله زي العجينه من بره. فاحنا هنعمل نص الكميه وننزلها في الزيت، وقرب السوا نعمل نص الكميه التانية وننزلها، وهكذا. تعالوا بقى نعمل سلطه كول سلو حلوه وقمر، ويعني مش مبالغ اللي بتتباع بيها بره. معايا برطمان مايونيز، تقدري تستخدمي النوع اللي انت عايزاه. كمان علبة زبادي، معلقتين كبار سكر، او معلقتين كبار عسل ابيض المتوفر عندك، جزراية على يعني واحدة ملفوف او كرنب صغيرة، وكمان معلقة خل. طيب انا هحط الزبادي بتاعي يتصفى، ومن غير ما اقلبه هقلب الكوبايه الزبادي في المصفى واسيبها تتصفى، عشان الصوص المايونيز ما يبقاش يعني يلزق على الملفوف، يبقى مش لازق، يعني ما يبقاش خفيف، فيبقى هو في حته والملفوف في حته تانية. طيب معلقه خل صغيره على كوبايتين من المايونيز على كوبايه من الزبادي، يعني مقدار الزبادي اللي هتحطيه يبقى ضعفه مقدار مايونيز. واضح؟ تاني، مقدار الزبادي اللي هتحطيه كوبايه زبادي قصادها كوبايتين مايونيز، كوبايتين زبادي قصادهم 4 كوبايات مايونيز، وهكذا. انا حطيت كوبايه مايونيز عليها كوباية زبادي عليها كوبايتين مايونيز، عليهم معلقة صغيرة خل، عليهم معلقتين سكر كبار أو معلقتين عسل أبيض، جزراية واحدة مبشورة ومتقطعة كيوبس بالسكينة. كمان الملفوف بتاعي النهاردة مش بشراه، مقطعاه كيوبس بالسكينة صغير جدا. هقلبه كويس والم الحاجات اللي وقعت دي، وارجع اوريكم بعد ما اتقلب كويس. اسيبه بقى شويه، ما يتاكلش على طول، يتساب شويه على ما تخلصي بقيه الحاجات اللي هتعمليها لاكله الفرايد تشيكن النهارده. شايفين حلوه ازاي؟ شكلها يجنن وطعمها كمان حلو قوي. تعالوا بقى نعمل سلطة البطاطس اللي بتجيلنا في المطاعم بالمايونيز، وسهلة وما فيهاش اي حاجة صعبة. طيب احنا معانا نفس برطمان المايونيز، علبة زبادي، طبعا انواع اللي بتحبوها، فلفل اسود، وكمان خيار مخلل. ايوه بيتحط فيها خيار مخلل، يا ريت يكون مبشور، لكن اللي كان عندي قطع صغيره فما قدرتش ابشره، عملته كيوبس صغيره بالسكينه خالص. ومعايا بطاطس، كميه البطاطس اللي تحبيها، بتتقطع مربعات صغيره، كيوبس صغيره قوي، تبدو هنا كبيره عشان انا مقربه الكاميرا، لكن هي صغيره. هتنقعيها وتغسليها، وتكوني مجهزه ميه مغليه على النار فيها معلقه من الملح، معلقه واحده صغيره، ونبتدي ننزل البطاطس او مكعبات البطاطس بتاعتي. هنسيبها قد ايه من وقت الغليه؟ هنسيبها 6 دقايق، او بمجرد ما ترفعي واحده مكعبه واحده وتمشي فيها بالسكينه، ما تبقاش مستويه بزياده، لا تمشي فيها السكينه، يعني تمشي تبقى السوا مظبوط. 6 دقايق بالظبط على النار، وهتصفيها من الميه بتاعتها. وكمان يعني شايفين، بصوا كده السكينه مشيت ببطء، هسيبها لمده دقيقه كمان، خدت 6 دقايق. طبعا الزبادي بتاعتي زي ما قلت لكم، اي سلطه داخل فيها زبادي صفوا الزبادي عشان ما يبقاش الخليط بتاعك يعني خفيف، يبقى متجانس كده، ولازم يتضرب كويس قبل ما نحط عليه اي بطاطس او اي حاجه ملفوف او كذا، عشان نتاكد ان الزبادي بتاعي يكون ناعم، الصوص بتاعي يكون ناعم جدا، ما يكونش مخرز. وهحط عليها فلفل اسود، لو بتحبي النعناع تقدري تحطي نعناع ناشف، ولكن هي كده بتتعمل وبتقدم لك في المطاعم كده. كل اللي يزيد عليها بسله مسلوقه، ولكن يعني ابني مش بيحب البسله المسلوقه، فبكتفي بالبطاطس زي ما كتير من المطاعم بتقدمها ببطاطس بس، وبيبقى عليها بشر الخيار. وبكتفي بكده، مش هحط ملح لان خلاص انا ملحت البطاطس في الميه، ومعايا خيار مخلل، مش هحط تاني خلاص ملح عليه. وزي ما قلت لكم قبل كده، الملح ده نسبة وتناسب من شخص للتاني، يقدر تظبطوا الملح بزيادة او نقصان على حسب الرغبة. انا سبت البطاطس بتاعتي تهدى، لكن مش تبرد، تهدى يعني تبقى
دافيه مايله للبروده. ليه؟ عشان انا عايزاها تشرب الصوص، اغلب الصوص اللي اتحط عليها، ما تبقاش عايمه فيه، بيدي طعم احلى. وكمان البطاطس بيبقى متنكهه كده، طعمها احلى. شايفين؟ حلوه وسهله، ما بتاخدش اي وقت، كل وقت تحضيرها 6-8 دقايق بالكتير، وبتكون معاكي احلى بطاطس بالمايونيز. سلطه تحفه، بنلاقيها دايما في المطاعم بره. كده جهزت سلطه الكول سلو، جهزنا سلطه البطاطس، هنركنهم على جنب ونعمل بقى رز الريزو التحفه اللي بيجيلنا، وبنبقى بناكله اكل كده من جماله. تعالوا نقول المقادير. معايا 3 كوبايات من الرز المصري المغسول، مش منقوع، مغسول بس. وكمان معايا بصلايه، تقدروا تقولوا بصلايه صغيره مبشوره، ملح وفلفل، بابريكا، وبهارات فراخ او المرقه فوريه للفراخ. كمان معايا توم باودر وبصل باودر، كاري وكركم، معلقه صغيره من كل حاجه. كمان معايا معلقتين كبار من العسل الاسود ومعلقتين كبار من الصويا صوص، زبده وزيت. انا هحط الزبده والزيت بتاعي اسخنهم كويس في حله على النار. هحط مكعب البصل، انا مش عايزه احمره، انا عايزه اشوحه حتى ما يلحقش يلون، يا دوب يفك كده. طبعا احنا فرزنا البصل مع بعض قبل كده، تقدروا ترجعوا لفيديو التفريزات، سهل وبسيط ومنجز ليكي في المطبخ. هطلع مكعب واحد بمقدار بصله واحده صغيره. خلاص، مجرد ما تفك هبتدي احط التوابل بتاعتي، احمرها او تتشوح تشويحه كده وتطلع الزيوت العطريه اللي فيها، هتديكي نتيجه حلوه احلى ما بتتحط على البارد. في الوقت ده كوني غاليه ميه في البويلر، في الحله معاكي مرقه مغليه. ما بتحبيش تستخدمي المكعبات المرقه، تقدري تستخدمي مرقه فراخ لو موجوده عندك، او المرقه الفوريه اللي بنشتريها من العطار. انا استخدمت مكعب واحد لان المرقه الفوريه عندي مش متوفره، وما كانش عندي شوربه او مرقه فراخ، فهستخدم مكعب واحد على الكميه بتاعتي. زي ما قلت، تقدري تظبطي ملحك بعد ما تحطي السوائل بتاعتك، على اساس ان الملح ده زي ما قلنا نسبي من شخص للتاني. الرز بتاعي بقى متصفي كويس، هبتدي اشوحه مع التوابل والبصل ولحد ما يتجانس تماما. لحد المرحله دي انا ما حطيتش العسل، ما حطيتش الصويا صوص. بالراحه كده وانتوا بتقلبوا دايما الرز، سواء بسمتي او رز مصري، عشان يطلع الحبه بحبته وما يبقاش يعني مكسر. مجرد ما سخن كويس وحسيت ان الرز بتاعي خد درجه حراره الحله وبقى سخن جدا، هبتدي احط معلقتين الصويا صوص الكبار ومعلقتين العسل الاسود الكبار. وما تخافيش، العسل الاسود مش هيديكي يعني رز مسكر، هو هيديكي طعم حلو جدا، زي الريزو اللي بتجيبيه من بره. وطبعا كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه من السائل، سواء ميه سواء شوربه او مرقه، تكون مغليه. اهم حاجه تكون سخنه ومغليه. هسيب الرز بتاعي يغلي ويتشرب، وهغطيه وهدي النار. وتخلوا بالكم منه كده، يعني لما تقلبوه بشوكة، عشان ما زي ما قلت لكم ما يتهرش منك او يتكسر. خلاص، الرز بتاعي استوى، مفلفل وطعمه يجنن، مش معجن ابدا، نضيف وعارفه مكوناته. الميكس التوابل مع العسل والصويا صوص عاملين طعم فظيع، هتحبيه. يعني مفيش احلى من كده. وانت عارفه ان كل مكونات الاكل اللي انت حطاه بتاكلي منه نظيفه مغسوله، كلها من البيت، مضمونه 100%. كل حاجه فريش قدامك. شايفين؟ يعني انا مش شايفه اي اختلاف فيها عن الجاهز، حتى لو في اختلاف بسيط، ولكن النظافه والطعم احلى بكتير من اي حاجه ممكن تاكليها بره. في البيت الاكل احلى. اطبخي في البيت وجربي، ومره في مره هتظبطي الاكل معاكي. اتمنى تكون عجبتكم النهارده. لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها واعملي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم على خير ومع السلامه.